اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بصوا بقى، النهاردة موضوعنا خطير جدا جدا وبيكون سبب في خراب بيوت ناس كتير جدا، وللأسف رجالة كتير بتقع فيه وما بتكونش واخدة بالها ان هي كده بتدمر حياتها وبتدمر بيتها وولادها. واللي هو ايه؟ ان واحد يعجب بزميلته في الشغل ويبقى شايفها هي دي اللي هتحقق له كل اللي هو بيتمناه، وهي دي اللي هتعيشني بقى مرتاح بقية عمري، وهي دي اللي انا اضحي عشانها بأي حاجة، وينسى بيته ومراته وعياله. وبتلاقيه فجأة كده يتغير ويهتم بنفسه ويصبغ شعره ويهتم بلبسه، ويجي لمراته الأولى ويقول لها أنا هتجوز، وتكون الكارثة اللي مراته تبقى عاشت طول حياتها بتتمنى له الرضا يرضى، وطول حياتها بتشيل القرش على القرش عشان هو يبقى في مركز مرموق ومركز كويس، وهو في الآخر يجي يقول لها أنا هتجوز واحدة غيرك، وهي للأسف مش عايزة ضرة. يعني كمان مش بيسيبها مثلا معاه تربي عيالها أو يصرف عليهم، لأ، الست الجديدة طلبت ان هي مش عايزة ضرة، وانا بصراحة عايز انفذ لها اللي هي بتقوله، وما تقلقيش مصاريفك هتوصلك انتي والاولاد وقت ما انتي تحبي، واللي انتي عايزاه انا هبعتهولك. تخيلوا يا جماعة الكلام ده بيوصل للست ازاي؟ بيبقى زي سكينة رشقت في قلبها وهي بتكون في غفلة مش عارفة هو بيقول ايه. طب ايه ده حقيقي ده؟ طب انا وافق على اللي هو بيقوله وامشي واسيب بيتي واستنى ان هو يبعت لي فلوس اول كل شهر بعد كل اللي انا عملته عشانه؟ وهو تيجي واحدة بعد العمر ده كله عالجاهز تاخد جوزي كده على طبق من فضة؟ استسلم واقول ماشي، ولا ارفض واقول له انت من حقنا ومش من حق حد تاني، وانا شايفاه ملهوف على الجوازة ديت وخلاص ما بقاش شايفني ولا انا ولا عياله؟ الحقيقة ديت مأساة في بيوت ناس كتير جدا، وبتبقى مش في أول الحياة، لأ، دي بتبقى في آخر الحياة لما الزوج دوت بيبقى معاه بقى فلوس وربنا قدره على فتح بيت تاني. والله يجازيها بقى الست اللي بتقعد تلعب على مشاعر راجل متجوز، ومحدش يقول لي بقى هي ما ضربتوش على ايده، هو مش صغير، الست ملهاش دعوة، هو الراجل هو اللي بيصباص وهو الراجل اللي عينيه زايغة. لا يا جماعة، الست اللي بتيجي تشغل راجل متجوز دي ست مش كويسه. ايه، هي هتتجوز وكل حاجه، بس انت عندك الرجاله كتير، اشمعنى الراجل اللي متجوز وعنده عيال؟ ايه الفكر بتاعك اللي انت تتجوزي راجل متجوز وعنده عيال ويخرب بيته وكمان بتشرطي عليه اللي انت مش عايزه ضره؟ ده هي الاولى وانت اللي جايه عليها، يعني تقولي له انا عايزاك مثلا وكل حاجه بس بلاش تخسر بيتك وعيالك، لا ده بتشرط انا مش عايزه ضره. بيجي الراجل دوت، وانا بصراحه بسميه راجل قليل الاصل. ليه؟ لانه بينسى فضل مراته الاولى عليه، بيكافئها بجوازه تانية. هي دي المكافأة في اخر العمر، انا اصلا انا استريحت ماديا وسايب لهم حاجات كتير، فانا عايزه اشوف نفسي بقى. دي بصراحة كارثة من كوارث الزمن. هو أنا مش من حق أشوف نفسي؟ هي مش مهتمية بيا دلوقتي، هي مركزة مع عيالها، هي مركزة مع البيت، هي بتغسل، هي بتطبخ، هي بتعمل، هي مش مركزة معايا. طيب ما هي بتغسل لحضرتك وبتطبخ لحضرتك وبتذاكر لعيال حضرتك، تقوم انت في الاخر مكافئها بجوازة تانية علشان جت على كيفك وكمان قالت لك انا مش عايزة ضرة؟ وبيعمل يا جماعة فعلا باللي هي بتقوله وبيطلقها وبيتجوز الزوجة الجديدة التانية، وللأسف بتبقى عايزة تستنزف كل اللي وراه واللي قدامه، وبتبقى متجوزاه أصلا عشان فلوسه، وهو شايف نفسه في الأربعينات ولا في الخمسينات جنتلمان كده ومفيش منه اتنين، وبيشوف نفسه الراجل اللي مقطع السمكة وديلها، وفي الآخر بصراحة الراجل ده بياخد على قفا حتة قفا، لأن الست ديت لما بتاخد كل اللي وراه واللي قدامه بتسيبه، بتكتب قايمة قد كده وتزهقه في عيشته علشان بعد كده تاخد القايمة ديت وتقول له أمك في العشة ولا طارت.
وبعد كده بقى بيرجع لمراته الاولى: انقذيني وقفي جنبي، الست دي طلعت نصابه وبيعتني اللي ورايا واللي قدامي، ارجعي لي انت وعيالي. انا بقول للست ديت لو رجعتي له تبقي هبله وعبيطه. هو انت هتفضلي طول عمرك تضحي وترجعي في الفقر بس؟ يعني اول حياتكم كنتوا فقراء وقعدتي تحوشي الجنيه على الجنيه وتبني له وتعليه ويبقى هو في منصب عالي، ولما يبقى في منصب عالي ومعاه فلوس يتجوز عليكي، ولما يجي يضيعها ويضحك عليه يرجع لك تاني بفقر تاني وتعيشي تاني وتحوشي تاني من اول وجديد تاني عشان لما يقف تاني يتجوز عليكي تاني ويعيد نفس الحكايه تاني. لا، بقول له اسفه، انا خلاص وقفت على رجلي واشتغلت وعرفت اربي عيالي من غيرك، خلاص مش محتاجينك. خليه بقى يعيش حياته زي ما سابك تعيشي حياتك لوحدك، وما قدرش اي حاجه ولا صان العشره ولا صان المعروف اللي انت عملتيه فيه. في الحقيقه بلاقي ستات كتير بقى بترجع للراجل ده تاني وتقولك هعمل ايه عشان خاطر عيالي، وهو ليه ما عملش حساب لعياله وهو بيقولك انا اسف انا هطلقك، اصلا انا زميلتي في الشغل مش عايزه اضرها، ما فكرش ليه في عياله. للاسف الرجاله بتبقى انانيه جدا جدا في الوقت دوت، وبتبقى مش شايفه اي حاجه قدامها غير الجوازه التانية اللي هتطلعه من اللي هو فيه والنكد اللي هو فيه والست اللي مش مهتميه بيه، وبتشوف الدنيا خلاص بقت سواد، والست التانية ديت بتكرهه في بيته وفي عياله وبتخليه مش مركز غير معاها هي بس، لغرض ما ان هي تاخد اللي وراه واللي قدامه وتفلسعه في الاخر. فكل راجل بيعمل كده ربنا هيوريك اللي انت عملته في مراتك، هيوريها يتعمل فيك. زي ما سبتها معهاش جنيه التانية هتسيبك معكش جنيه برضو. ما هي الدنيا دي يا جماعة دوارة ومش دايما حد، صدقوني. فياريت اي ست محترمة عايزة تتجوز بشرع ربنا وكل حاجة، محدش قال حاجة، سيبك من الراجل اللي متجوز، سيبك من الراجل اللي عنده بيت وعيال. حتى لو انتي هتخليه مراته على ذمته او يعني يصرف عليهم، طب ليه هو ده؟ ما تشوفي اي حد تاني مش متجوز وما عندوش بيت وهتعيشي يا ستي سعيدة، ولا هيقولك انا هروح لبيتي وعيالي ولا هيقولك هروح لمراتي الاولى، هيعيش ليكي انت وبس. ليه الحكمة في التدوير على راجل متجوز وممكن تعيشي معاه وتبقي عايزة تعيشي وكل حاجة، الزوجة التانية دي تبقى عايزة تعيش وكل حاجة، بس الكاس اللي انت عملتيه في الاولى هيتعمل فيكي وهتبقي انت الزوجة التالتة. فليه كده يا جماعة؟ ليه نعمل كده ونخرب البيوت؟ حرام عليكم، دي بيوت بتبقى مبنية على حب وعلى ود وعلى يعني تحويش، ووقفت جنبه وعملت فيه حاجات كتير جدا وساعدته وسندته وتركت نفسها خالص. الستات دي يا جماعة بتبقى ناسية نفسها لدرجة ان هي بتقول انا بشوف نجاحي في نجاح جوزي، انا مش عايزة حاجة غير اللي هو بس ينجح. للأسف الست اللي بتعمل كده بتاخد على قفاها اقسم بالله، لان اكترية الرجالة ما بيتمرش فيها، مش اقولك الرجالة كلها، في راجل يعني يبقى عايز يتمنى اللي هو يبقى حاله متيسر وظروفه كويسة علشان يعوض مراته ديت عن كل اللي فات من ازمات، من قلة فلوس، من ضيق رزق، من نكد، من حياة نفسية صعبة مرت عليهم، بيبقى الزوج ده عايز يعوضها وابدا عمره ما يبص لحد غيرها. في حين ان زوج تاني بيبقى شايف ان انا ربنا رزقني وده من حقي ان انا اتجوز مثنى وثلاث ورباع. مش عارفة ليه ما بيفتكروش ربنا غير في المثل دوت بس او في الحديث دوت بس، اللي هو انا هعمل بشرع ربنا، وناسين شرع ربنا في كل حاجة، في الصلاة والعبادات، والتقي اللي في زوجته بينسى ربنا في كل حاجة، بس بيفتكرهم في مثنى وثلاث ورباع فقط لا غير، عشان بيشوف ان ده حقي ولازم اخده. طب ما خدتوش ليه يا عم وانت كانش معاك فلوس؟ اشمعنى بتاخده لما ربنا يكرمك؟ متعرفش ايه الحكايه في كده. عشان بلاحظ كده والله العظيم يا جماعه ناس كتير قوي تقعد تقول لك الكلمه ديت، انا بس ربنا يرزقني وهتشوفي هتجوز عليك. تلاقي ربنا ما بيرزقهمش عشان انت نيتك اصلا مش سالكه لمراتك، تبقى عايز الفلوس عشان تتجوز واحده تانية. طب وليه يا ست اثرت معاك في حاجه؟ فبتلاقيهم دايما حاطين اللي هو لما يبقوا غني يتجوزوا، فعشان كده دايما فقرانين وربنا بيفقرهم وربنا ما بيغنهمش عشان هيفتروا على الست الاولى. اتقوا الله يا جماعه، خرب البيوت دوت مش بالسهل والله العظيم. واي ست بتلاقي راجل متجوز اتقي الله، وانت كراجل
يعني مسؤول عن بيت، ما تهدمش بيتك عشان ست بتلغيك او نزوة مش هتطول ومش هتدوم، وتخرب بيتك وتخرب يعني بيت عيالك وتسيبهم متشتتين كده علشان نزوة من نزواتك. وبعد ايه بقى 50 سنة يعني تكون ولادك شباب وبناتك على وش جواز، وانت تطلق امهم عشان زميلتك في الشغل عايزة تتجوزك. بتبقى اصلا علاقة فاشلة وبايظة من اول الاخر، ومفيش اي توافق في اي حاجة، وبتبقى هي اصلا اصغر منه، بس هي بتبقى عايزة قرشينات كده عشان ايه؟ عايز تقف على رجلها شوية، فبتاخدك انت وتاخد فلوسك، وفي الاخر بتفلسعك وبترجع يا مولاي كما خلقتني، وبترجع بقى للست الاولانية تشتكي لها همك، ما ترجع لوش. اتقوا الله، واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.